اهلا بيك يا حسين. ازيك يا بخش؟ الحمد لله كله كويس. الحمد لله زي الفل. الحمد لله. اهلا بيك في اول حلقه في البودكاست. انا يمكن لما كلمتك احنا كلمنا امتى؟ اول امبارح، وقلت لك انت من اوائل الناس اللي انا احتكيت بيها عموما في الكارير بتاعي، والناس اللي انا بيرسونالي بعزها وبستفيد منها كتير. فحبيت ان انت تكون اول حد معايا هنا النهارده. انا مش عارف انت فاميليار بالبودكاست، انا ما كلمتكش عنها قوي، بس هو اسم البودكاست كان فكرته فليغرسها، عشان خاطر جايه من الحديث يعني اذا قامت الساعه في يد احدكم فسيره فليغرسها. فالفكره بتاعتها جايه من الاعمار، او ان احنا نكون بنتكلم مع الشباب على قد ما نقدر عشان خاطر نفيد ونستفيد الناس اللي موجوده او الشباب الموجوده او الجيل اللي طالع ده. فاول حاجه كنت عايز ابتدي معاك بيها، انا عارف ان انت تالنت مانجمنت اكسبرت قد الدنيا وكارير كوتش برضو. اول حاجه في الكارير كنت عايزك ابتدي معاك بيها هي الفكره اللي دلوقتي ما كان وما هو وما سوف يكون. بحس personally يعني ده وجهة نظر، ممكن تكون وجهة نظر شخصية وبرضه هسمع منك، يعني ان الفترة اللي هي بتاعت اهالينا، الجيل مثلا عنده 40 سنة 50 سنة في الرينج ده، كان السترينث بوينت عندهم كانت الاستابيليتي. هو دخل مدرسة عارف هيدخل كلية ايه، الكليه فيها 3-4 اقسام بكتير قوي، فعارف خلاص هيتخرج يشتغل ايه، وبيتخرج بيشتغل بيعمل سي في بعد ما بيتخرج. هو يعني في شغل اصلا مش هيعمل سي في، هو بيتخرج بيتعين خلاص. ايوه. وبعدها خلاص بقى بيكمل بقيه حياته ويترقى شويه ترقيه، المسافه بتاعتها بعيده. يعني اول ترقيه بتجيله بعد 4-5 سنين، تاني ترقيه بعد 7-8 سنين. مش زي دلوقتي ممكن سنه سنتين تلاقي صح. نفسك السايكل اسرع يعني. والجيل اللي بعدنا بقى اللي هو 15-16 لحد اوائل العشرينات، نقطه القوه اللي عندهم الوعي. يمكن الريسورسز اللي عندهم دلوقتي اكتر بكتير قوي طبعا من اللي احنا كنا عندنا في وقت الكليه. ممكن تكون مبادرات، ممكن تكون انشطه تطوعيه، ستودنت اكتيفيتيز، انترنت، اسهل حاجه يعني. كل حاجه، بودكاست زي دي. يعني احنا يمكن في وقتنا احنا الفرق بيننا مش كبير، 4-5 سنين. فالوقت اللي انا فاكر فيه ان انا كنت في الجامعه بدور على بودكاست اسمعه ده كان ايه ده، وكان الترند الاجانب بقى اللي هم دلوقتي الماركت بتاعهم ساتوريتد شويه في البودكاست. فبيجي دايما بيحصل في النص كده الجيل بتاعنا اللي هو من 20-30 ممكن اكتر، حتى ممكن لحد 35، لا هو كان مع اللي فوق، الجيل اللي فوق، فلحق حته شويه من الاستابيليتي والاستقرار والكلام ده كله، ولا كان مع الجيل اللي تحت اللي عمل البريدج بين المدرسه وبين سوق العمل. فالريسورسز اللي عنده دي كلها سهلت عليه حتى اختيار الجامعه، ويعني ممكن نقول حتى شكلت شويه في طريقه تفكيره او في طريقه قراره. فانت شايف من professional point of view ومن personal point of view الى اي مدى ده بيأثر فعلا على الجيل بتاعنا احنا كان من عشرينات لنص الثلاثينات اتليست؟ بص انت زي ما بتقول كل جيل ليه تحدياته. يعني هو زمان زي ما انت بتقول الدنيا كانت مميزاتها ايه، ان هو سكيور سلو بيز. خلي بالك الاختيارات برضو ساعات بتلخفن. يعني انت لو حد جه قال لك لو كلنا هنختار نفس الحاجه، يعني عارف انت لما تروح مطعم وكلنا نفس الوجبات في الجيش كده، كلنا نفس الوجبه، فخلاص مفيش قدامك غيرها فتستمتع بيها زي ما هي. فيها مشاكل فيها بتاع، بس مفيش اختيارات. لكن وجود الاختيارات ساعات كتير قوي بيخلي فيه ايه ده، طب ما في احسن، طب ما في احسن، طب ما في احسن. في كده حد كان لسه بيقول لي قصه، يعني ميتافور، يعني بيقول لي ان هو تخيل حد اداك مفتاح ماستر كارد في اوتيل كبير قوي، وقال لك شوف الاوضه اللي انت عايز تختارها، والاوضه دي تقعد فيها لمده سنه. فغالبا هتبقى عندك كميه اختيارات غير طبيعيه، فهتفتح الاوضه دي وتخش وتتفرج، ايه ده طب ما حلوه، بس لسه في عارف 500 اوضه تانية، طب ما اشوف الاوضه التانية اكيد، طب ما دي جميله قوي نقعد فيها، بس لسه في. فكون ان هو طول ما هو لسه في، طول ما انت هتتلخفن، طول ما انت هيبقى في صعوبه في الاختيار. فده زمان ما كانش موجود. هو انت بتتخرج، بتشوف مجموعك ايه، بتخش الكليه بتاعتك، بتتعين. لو يعني تعيين بالنسبه لهم انا اتعينت. هو في الاخر خلي بالك زمان ايام جامعه الناس كانت اشتراكيه، فهو كله بيقبض تقريبا نفس المرتب، فهي مفيش فروقات كبيره قوي. هو كلنا في الاخر شبه بعض، عارف، نفس المساكن، نفس العيشه، نفس كل حاجه. فالناس كلها زي بعض في الاخر، فمش فارقه. يعني مش فارقه مين هيعمل ايه، على قد ما انا عايز اتعين فقط. هو شغل بيجيب تعيين، بيجيب حبه فلوس هشتغل بيه. فده بيأثر ان الناس لحد ما اختياراتها قليله، فده مرتاح. بس لو اتعينت في حته مش بتاعتك او مش شخصيتك، قبل بقى ما يظهر العلم بتاع الكوتشنج او كده او الكارير كوتشنج، فانت خلاص طول حياتك بقى ايه، الشغل بالنسبه لك حته يا دوب بتشتغل فيها عشان يا دوب تجيب المرتب، عشان خلاص هو دي حياتك كده يعني.
ده كان مريح في حتت كتير قوي، بس طبعا زي ما بقول لك فيها مشاكل. الحته التانية اللي هي الجنزي، انا بشوف بصراحه تحدياته اكبر. ليه؟ كتر الوعي الرهيب والاكسبوجر الرهيب متعب جدا جدا جدا. يعني انا لما بقعد مع ناس في جنزي وبسمع كلامهم، بشوف هم ايه اللي ملخبطهم وايه كده. انا لو مكانهم بفكر نفس التفكير فعلا هتلخبط. انا يعني انا كارير كوتش دلوقتي كده، وانا عارف المفروض اللي يحصل، بس كميه uncertainties رهيبه، كميه حاجات موجوده رهيبه، كميه exposure رهيب، كميه فرص ممكن تكون موجوده كتير قوي، كميه مجالات فيها فلوس كتير قوي، وفي نفس الوقت هو عايز ياخد اقصى حاجه عشان خايف ما يبقاش زي الناس اللي بيشوفهم بقى، سواء على السوشيال ميديا، سواء الناس الناجحه هنا او هنا او هنا. كميه اصلا اكزامبلز ناجحه كتير قوي. يعني انت لما تشوف كميه ناس ناجحه بالشكل ده، زمان ما كانش فيه اللي انت تشوف حد ناجح هتشوفه فين؟ يعني اخره يا قريبك، يا حد تسمع حد ناجح، يا حد في المنطقه يا بتاع. لكن الانترنت والاكسبوجر الرهيب طلع كل الناس الناجحه. فانا لو ما بقتش، دول كتير قوي، فانا لو ما بقتش زيهم ايه اللي هيحصل؟ انا كده فاشل، ده النقيض يعني. فبرضه اختياراتهم صعبه جدا جدا جدا. الجيل بتاعنا منقسم، انا شايف منقسم نصين. النص اللي هتلاقيه يا اما متصل قوي بالجيل اللي فات، اللي هو ناس ما تلاقيه السي في بتاعه مش قوي اصلا، او مش عامل سي في، او يا دوب عامل سي في ضايع، او لينكد ان عامل لينكد ان بس لينكد ان صوره مش بروفيشنال، ما بيفتحوش، مش حاطط حاجات على لينكد ان، مش مظبطه، مش كده. وتلاقيه مش مواكب، يعني تلاقيه ميال اكتر للناس اللي هي بتاعت زمان، فاهم قصدي؟ وهتلاقي ناس بقى من عندنا مواكبه قوي في الحته اللي هي ناحيه جينزي اكتر، شافت، اتعرفت، شافت حاجات، عرفت حاجات، حضرت الاسسمنتس، حضرت الايفنتس، سمعت يعني ايه كارير كوتش، قعدت مع كارير كوتش، فلحقت الدنيا دي. انا من وجهه نظري بحس ان احنا كجيل عشرينات تلاتينات اميز جيل. يعني ليه اميز جيل؟ عندنا تحديات طبعا، عندنا تحديات عشان انت في النص، لكن انا شايف ان احنا اميز جيل عشان احنا مش متاثرين بالفكره الماديه البحته بتاع جنزي، ان انا لازم انجح، هيجي معايا فلوس كتير جدا، لو حاجه هتجيب لي فلوس قليله انا مش هستنى كل ده. يعني احنا دلوقتي عشان اي حد عشان ينجح هيقعد حبه، يعني يقعد 5 سنين 6 سنين 7 سنين لحد ما يترقى 10 15. فانا قصدي لو انت جامد قوي بقى ومكسر الدنيا، يعني 7 سنين عقبال ما تقدر تحقق نجاح وتترقى، فتمسك فلوس، فتعرف بقى تعمل حاجات على جنب، فتعرف. لكن جنزي مش بيبصلها كده، او بيبصلها اللي هو انا عايز فلوس بسرعه دلوقتي، يعني عايز انجح دلوقتي، انا مش لسه استنى سنتين. وبتلاقي كل مشاكلهم هو بعد مثلا التخرج بسنه، هو انا ليه ما بقتش غني؟ هو انا ليه ما جبتش حاجه بسرعه؟ هو انا ليه ما اترقيتش بسرعه؟ انا عايز اعمل ام بي اي. يا ابني انت عندك 23 سنه طبعا اصبر ابلع ريقك. طيب يعني وانا عندي 23 سنه ما كنتش عارف يعني ايه ام بي اي، فاللي هو ايه ده يعني، فاهم؟ فهتلاقيهم متسربعين قوي. فاحنا الجيل بتاعنا اللي هو حته الثلاثينات تلاقيهم هاديين شويه في الحته دي، يعني عارفين ان هي بتاخد وقت، عارفين ان هي مش بالسهوله دي، عندنا حته السكيورتي وعايزين كده ايه واحده واحده بالراحه. في نفس الوقت احنا عندنا الاوبشن اللي احنا شوفنا شويه، ممكن في بعض الناس مننا شافوا متاخر، دي العيب او ده المشكله اللي في بعض الجيل، بس شوفنا شويه. فانا عايز ان احنا في حته في النص، اعتقد ان هي كويسه. اعتقد يعني احنا كالثلاثينات او كاخر عشرينات اول ثلاثينات، اعتقد في حته شويه بالانسد بين الاكستريم بتاع الهدوء الميت والسرعه الرهيبه اللي احنا عايزين نوصل فيها بكل حاجه. فيعني ده مش عارف، ده اللي انا بشوفه، وانت برضو. طب ما يعني ايه اللي مخلي الجيل الجنزي عموما متاثر عليهم بالشكل ده من ناحيه السبيد او السرعه؟ لان انا فعلا لاحظت ان انت بتقوله ده. مره كنت في تريننج، فبس الكلام ده من سنتين مثلا او حاجه، وكنا في محافظه كمان مش في القاهره. فالولد كان بيقول من ضمن التريننج يعني ان انت بترفلكت شويه على الطموح والاحلام والبرسبشنز بتاعتك، اصلا انت الكارير بتاعك عايز يمشي ازاي وكده. فالولد قال كده جمله بالنص، يعني انا عايز يبقى عندي جراج في عربيات زي بتاعت محمد رمضان. ماشي. فهو شايف او البرسبشن بتاعه فكره النجاح او الكارير او بتاعه، هو مش عارف هو رايح ازاي. وانا ما عنديش مشكله لو انت عندك الحلم ده وانت كار جاي بتحب العربيات، اتس اوكي. انا بحب العربيات، انت ممكن تحب العربيات، فما عنديش مشكله في فكره اقتناء الشيء. بس عندي مشكله مع فكره انه انا باصص زي ما انت قلت للنجاح بتاع ده وده وده وده. فانا شايف ان اللامبورجيني لما تبقى واقف تحت البيت انا كده ناجح، لما اروح الستارت اب ومعايا القهوه، كوبايه القهوه من البراند الفلاني اللي هي داخله في 200 جنيه، يبقى ده النجاح او وات سو ايفر، يعني ايا كان الشكل ده عامل ازاي. ف
تفتكر ايه مدى تأثير ده او ايه اللي مؤثر على البرسبشن بتاعنا في النجاح؟ بص بتاع انا الجيل بالنسبه لي ده؟ بصراحه بقول ربنا يعينهم. انا شايف ان الدنيا عامه العالم رايح في حته بننزل من حيث كل حاجه. التكنولوجي في كل حته، التكنولوجي سريعه جدا، التكنولوجي معموله مش عشان تفيد البشر دلوقتي، معموله عشان الربح. فانت السوشيال ميديا معموله مش عشان تفيد البشر، معموله عشان يكسبوا. يعني الناس اللي فاتحين البلاتفورم بتاعت السوشيال ميديا يكسبوا. فيكسبوا ازاي؟ عشان اوريك اكتر واخلي الدوبامين في دماغك اكتر واخلي في فيديوهات كتير وشايف حاجات كتير، اكسبوجر كتير. فانت لما تبص على العربيات وبتاع يا نهار ابيض، فهتحب ده، فتبقى عايز تقعد عليه اكتر يعني. فانت كل التكنولوجيا دلوقتي معموله عشان تكسب. فتكسب ازاي؟ عن طريق ان انت تخليك مدمن عليها. فانت لما بقيت مدمن عليها وبقيت شايف حاجات كتيره سريعه اكستريم، عارف يعني ما بقيتش اللي هو الشخص اللي معاه عربيه مرسيدس. يعني زمان واحنا صغيرين معاه عربيه مرسيدس، يا ده ناجح قوي. دلوقتي يا باشا مرسيدس ده دلوقتي انت مين؟ انت ولا حاجه، فاهم قصدي؟ يعني. انت لازم بقى عربيات وجراشات ومش عارفه عامله ازاي. لو انت ناجح قوي بتجيب مش عارفه كام مليار عشان يبقى مش عارفه اسمك ايه، بتعرف تعمل ملايين في مش عارفه ايه. يعني كل حاجه بقت اكستريم وكتير ومختلفه ومجالاتها واسعه. انا شايف انا لو مكانهم، خلي بالك برضو احنا واحنا صغيرين ما كانش فيه سوشيال ميديا بالشكل ده. يعني الفيسبوك زمان ما كانش زي دلوقتي. الفيسبوك زمان كان هو تقعد تعمل سكور بيجي لك صور وبوستات والريتش اصلا وقع. يعني الاورجانيك ريتش ما كانش موجود. وتشكر الناس عملت لك لايك. تشكر الناس عشان ما فيش حاجه تتعمل عشان هو ممل جدا، فما فيش حاجه تتعمل. دلوقتي بقى مش ممل خالص، بقى يجيب لك يعني هو مش مستنيك تدور، هو خد يا باشا اتفرج على الفيديو ده، خلصت طب شوف ده، خلاص شوف ده. فهو انت زمان ما كناش كده، كانت الدنيا هاديه برضو عندنا. يعني بدانا نخش في المرحله دي مثلا من 2013 حاجه كده، 2012 فاكر يعني. في بعد الثوره اصلا كان الفيسبوك ده جديد، ما كانش في ناس كتير عامله الفيسبوك يعني. فانا قصدي ايه؟ قصدي ان احنا اتربينا على الهدوء شويه بتاع الناس الاوائل، بتاع الجيل الكبير، اتربينا عليه. لما بقى عندنا مثلا 20 سنه 18 سنه 16 سنه بدانا نشوف، يعني بدات دي تبان، فاهم قصدي؟ فبدانا يبقى عندنا تطلعات الى حد ما عاليه برضو، بس يعني ممكن تكون منطقيه شويه. الجنزي اتولد على ده، فهم ان هو لسه طفل رضيع فاهم؟ هو بيشوف العربيات وبيشوف الناس وبيشوف النجاحات، فبقى افتكر ان ده الطبيعي. انا ليه ما نجحتش لحد دلوقتي؟ فاهم يعني انا ليه مش ناجح؟ فالحاجه بقى الزياده على كده ان انت دلوقتي مجالات النجاح بقت كبيره قوي. يعني انا لما بقعد برضو مع ناس في السن ده، اخش داتا اناليسز، طب ما داتا مش عارفه داتا ساينس بتجيب فلوس مش عارفه، طب ولا سايبر سيكيورتي ولا بلوجر، ولا طب انا عايز ابقى سيرابيست عشان مش عارفه سيرابيست بيعالج مش عارفه، طب انا عايز ابقى مش عارفه، طب انا عايز ابقى مش عارفه ايه. طب فامثله كتير ناجحه بيشوفها فعايز يبقى زيها عشان كول. لا وطبيعتنا كبشر عايزين نبقى ناجحين وعايزين نبقى واخدين اللقطه، عايزين نبقى شكلنا حلو، عايزين برستيج، وده فينا ككل بشر. بس كل اللي انت شفته كتير قوي وحسيت ان هو سهل وحسيت ان هو الناس بتعمله اهو، طب انا ليه مش عامله؟ فبقيت مشتت، تشتيت غير طبيعي. يعني زمان كان هو يا باشا كلنا نفس الشغلانه ونفس الحاجه، كلنا بنعمل نفس الحاجه، فتمام مفيش اختيار تاني، هي نفس الوجبه فكلنا بناكلها. دلوقتي في 6000 وجبه، وانت لو كلت بقى وجبه غلط او دخلت اختيار غلط انت ممكن تكون مش ناجح. فهو بيخش المجال. هديك مثال بسيط قوي، السوشيال ميديا. تمام، انا اول ما بدات السوشيال ميديا الناس بتفتكر دلوقتي عشان تبقى بلوجر، عشان تبقى مثلا انفلونسر او بلوجر او عندك بيج بتبيع عليها حاجه او حتى مشهور بتعمل اعلانات او وات ايفر، سهله ما اعملها. فبيشوف ناس كتير قوي ناجحه. حتى دلوقتي لما تسال حد يقول لك يا عم في ده الشغلانه انت ملوش شغلانه. يعني اي حد دلوقتي عايز يعمل حاجه يفتح له صفحه وبقى يبقى فود بلوجر، يبقى اي حاجه وكده. انت بتبان لك سهله، بس انت لما حد بيخش فيها وانت يعني عندك صفحه وعارف وانا عندي صفحه وعارف، صعبه جدا. يعني انت بتخش تقعد تحرق كتير قوي وتقعد تعمل كونتنت كتير قوي عشان في الاخر فيديو يضرب، فتخش فيه فتبقى ناجح. تمام، هما بقى في اي حاجه هما مش عارفين ان اي حاجه، سواء بقى حتى لو انت هتبقى فود بلوجر، لو انت تبقى يعني من اصغر شغلانه اكبر شغلانه، انت لازم تحرق فيها. هو بيبقى فاكر ان هي سهله مش محتاجه حرق. هو الناس جابتها كتير اهي، وانا ليه مش بجيبها زيهم؟ فبيخش حاجه يلاقيه ان هي صعبه، ويلاقي ان هي محتاجه حرق، ويلاقي ان هي محتاجه خطوات، فيقول لك لا دي مش بتاعتي، مش صعبه، انا فقدت الشغف فيها. طب تعالى نخش بقى على حاجه تانية. طب يلا ده سايبر سيكيورتي، اخش سايبر سيكيورتي. ايه ده المذاكره الكتيره دي يا عم؟ مش سهله.
لا يا عم خش على حاجه تانية. طب انا هبقى ثيرابيست، خش الموضوع معقد جدا يعني موضوع معقد قوي وميثودولوجيز بتمشي عليها ولازم تعرف نفسيه وكونفيدنشاليتي ايه يا عم ده لا هي صعبه. فتحس لو يقول لك ايه انا مش لاقي نفسي. يا عم انت مجربتش تلاقي نفسك؟ انت في فكره زائفه للنجاح في دماغك، انت عمال تشوفها في كل حته، فعايز تبقى زيها، فعايز تبقى واحد زي دول من الناس اللي هي الشاطره الناجحه دي، عشان طبيعتنا البشريه ان احنا نفسنا نبقى ناجحين. فبتقرر تشوف اقرب حاجه ممكن تكون ايه فبتخشها، تكتشف ان هي طريقها طويل ومش سهله ومش سريعه زي ما انت كنت متخيل، فعايز تخش حاجه تانية، عايز تخش حاجه تانية، عايز تخش حاجه تانية. المشكله بقى ايه؟ سايكولوجيكلي على فكره الجيل ده متربي على ان هو ما يبذلش مجهود كبير في حاجه. عقله متربي على كده، مش متربي على كده. متربي على كده ليه؟ سايكولوجيكلي. سوشيال ميديا انت لما تفتح كده زمان برضو لو فاكر في الفيسبوك كان بتتفرج على فيديوهات، ويوتيوب فيديو بقى بتلاقيه مثلا ايه 10 دقايق ربع ساعه نص ساعه. قبل بقى السوشيال ميديا لو ترجع كده بالزمن كنت هتلاقي اللي هو الجيل القديم اللي هو الناس عندها 40 سنه دلوقتي 55 سنه كانوا بيتفرجوا على شريط ساعه، يقعد يتفرج على مثلا شريط ايه عارفه الدكتور ابراهيم في إيه؟ ينزل يأجره ما يلاقيهوش في المكان ويرجع تاني البيت وينزل بعدها بيومين عشان وعارف لو عايز تسمع مثلا درس عمرو خالد مثلا وابراهيم في ايه شريط يا باشا تقعد ساعه ونص جنب الشريط. يعني انت متخيل ان انت ممكن دلوقتي تعمل كده؟ انت هتموت من الملل، هتموت من الملل. فعقلك عقل الناس زمان كان متعود على بالراحه واحده 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 مش مستعجلين. خلي بالك this is how brain works. يعني الدماغ اصلا مش مصممه ان هي تكون سريعه عماله مختلفه مالتي تاسكينج، تعمل حاجات كتير، تشوف فيديوهات مع بعض، تفتح واتساب وتخش على السوشيال ميديا تالف في الدماغ مش مصممه على كده. هي مصممه على الهدوء، ويعني تعمل تاسك تخلصها، تعمل تاسك تبقى مركز في كل تاسك. دماغه مصممه على كده. فزمان كانت الدنيا طبيعيه، فعندنا صبر. فتخش في الشغل تقعد فيه 3 سنين 4 سنين تفضل تحرق عادي ما عندكش اي مشكله. مع تطور بقى ده السوشيال ميديا وان احنا دلوقتي الجيل الجديد اتولد مع موبايلات، فهو اتولد على كل حاجه سريعه جدا وفيري فريندلي يوزر. يعني انت مش هتتعب بجنيه، يعني مش هتتعب في اي حاجه بجنيه. يعني عايز تتبسط تفتح تيك توك تقعد تالف بتاع، عايز بودكاست خد بودكاست، عايز تعرف معلومه خد معلومه. يعني انت حتى دلوقتي انا عارف في بيج بتاعتي لما كنت بنزل فيديوهات ساعات فيديو مثلا 3 دقايق تمام بشرح فيه حاجه في الكارير، وفيديو معمول فيري فاست بيست يعني فيديو بسرعه جدا بشرح فيه حاجه قد كده في حته قد كده بس مثلا 2.5 دقيقة 3 دقايق. كنت بلاقي ناس من جين زي ايه كل اللي انت بتقوله ده بس لا اعمل لك ايه تاني؟ يعني انا حاجه مثلا تتشرح في محاضره ممكن تكون مثلا ساعه، انا بحاول اجيبها لك في 3 دقايق بحيث ان انت يعني تاخدها كبسوله. تلاقي واحد بيقول لك ايه كل ده ما تخلص. والله كان بيجي لي كومنتس كده. فهم اتعودوا على المعلومه في دقيقه، اوصل في ثانيه، اعمل في فينتو ثانيه. فانت لما تيجي دلوقتي تيجي تقول له بقى اتعلم حاجه خش فيها ابذل مجهود، يعني لا انا يا باشا طالما هي صعبه يبقى مش بتاعتي. بقى ده المنطق. طالما هي صعبه مش باشن بتاعي، طالما هي صعبه مش حتتي. انا عكس الكلام ده. لا يا باشا هو انت لو هي حتتك وانت عندك المايند سيت دي مش هتكمل في حاجه. فاهم قصدي؟ فهو انت عايزين نفرق تفريق كبير قوي عشان دلوقتي برضو كل الترندز على الكارير بقت كلها اختار صح وما تختارش وكارير شيفت وركز ومش عارفه ايه. انا بحس ان من كتر الكلام في الحته دي بقى الجيل الصغير عارف مولود كده انا هعمل كارير شيفت مولود كده يعني اول ما هينزل مش باشن بتاعي يعني استنى طيب هو في عم فاهم دقيقه طيب. فهو تحس ان هو لا هو يعني في حاجات ممكن تكون مش الباشن بتاعك فعلا، في حاجه اسمها ان دي مش مناسبه لشخصيتك، في كارير شيفت. بس اهدى يعني استنى طيب شوف ابذل مجهود انت عملت ايه عشان تتاكد هي بتاعتك ولا مش بتاعتك. فاهم قصدي؟ فانا شايف ان هو يعني ساعات كتر الوعي او مش كتر الوعي كتر الكلام في الموضوع كل واحد برضو بيطلع بالمايند سيت بتاعته. ودلوقتي مفيش اسهل من ان حد يتكلم على السوشيال ميديا
فكل واحد يطلع بالمايند سيت بتاعته، بالفكر بتاعه، بكذا بكذا بكذا. الجيل الصغير يا عيني مش عارف الصح فين والغلط فين، عشان هو مش فاهم الموضوع، فبيتاثر بكل الاراء، فمبقاش عارف يعمل ايه. مع وجود السوشيال ميديا وناس ناجحه كتير قوي، مع وجود ان هو بقى سريع وعايز مش عايز يتعب في حاجه، فبيخش في حاجه يلاقي نفسه تعبان شويه او الدنيا مخنوقه، وايه ده انا لسه اقوم اذاكر ولسه اقوم احضر ولسه اخد سيرتيفيكت ولسه لا مش بتاعتي. فكل ده بصراحه الجيل الصغير على قد ما فيه وعي كتير قوي، وعلى قد كده انا بشوفهم اكتر جيل مظلوم، او مش مظلوم، محطوط في ظروف صعبه بسبب التكنولوجي، كثره الاكسبوجر. وده خلي بالك انا دلوقتي يعني بحاول اشطب شقتي واعمل الحاجات بتاعتي وبتاع، فانا ما اعرفش حاجه في العفش ولا الديكور، ولا خش على السوشيال ميديا اشوف الديكور، كميه اراء وكميه لا اوعى تعمل اللي مش عارف ايه عشان ده بيبوظ لك بتاعت، يقول لك فوائد اللي انت تعمل اللي انا لسه بقول لك عليه غلط ده، لا اعمل كذا، لا ما تعملش كذا، اعمل كذا. فانت بتحس انا فعلا مش عارف الصح فين والغلط فين، ومش واثق حتى في الانتيريور ديزاينر اللي انا هديله فلوس ان هو يعمل الشقه بتاعتي، من كتر ما انا شفت حاجات. وحتى لما بجيب انتيريور ديزاينر فاهم وشاطر وكل الناس بتقول لي شاطر، بقعد اقرفه بسبب الفيديوهات اللي انا شفتها، فاهم؟ فنفس الكلام بالظبط في الكارير يعني اسها بقى على الطالب اللي عمال يشوف حاجات وعمال حد يقول له لا مفيش حاجه اسمها باشون ده انت استرجل، قوم يلا قوم يا ابن عارف انت، قوم يلا استرجل يلا واشتغل وبتاع، ومفيش حاجه اسمها باشون وموت نفسك واشتغل 60 ساعه في اليوم وبتاع. وحد تاني بيقول له لا اهم حاجه الباشون، ولو انت مش عارف ايه سيب، ولو انت كذا سيب وما تشتغلش مش عارف ايه. فبقى فعلا مش يعني بقى فعلا مش قادر يحدد طب ده صح ولا ده صح. حتى لما بيروح لكارير كوتش، في ناس بروح هو متلخبط جوه نفسه، يعني هو لسه هو مش قادر يمسك حاجه جوه نفسه، هو متلخبط قوي. طب بحسهم خايفين، هو خايف من جوه، خايف وتحس فيه سرعه حتى في دماغ. يعني انا عملت معظم السيشنز بتاعتي بتبقى شويه مع ناس اكبر، يعني ممكن عشان الفي بتاعي عالي شويه، بس بعمل مع جنزي حاجات، او بيبقى جيلي كلاينتس جنزي بجد بلاقي ان هو اولا بيجي لي بافكار غلط. يعني هو بيجي في السيشن انت محتاج تعمل اندو، وانت عارف الكوتشنج ما فيهوش اعمل وما تعملش، وما فيهوش ده غلط وده صح، بس انت عارف الفكره دي هو سامعها من فيديو معين انت شفته كنت معترض عليه، عارف من شخص معين من فيديو معين هيودي. وساعات بيقول لي اسمه في السيشن، فاهم؟ طب خلاص مش بصراحه عندي مشاكل مع اشخاص كتير بصراحه. مش فكره كده، انت حتى عارف انت يعني السوشيال ميديا عامه فكره خداعه قوي. انت انا دلوقتي انا خدت مثلا السيرتيفيكت بتاعتي في كارير كوتشنج في 2018، درست وعرفت ليه باك جراوند في الكارير، واشتغلت مع كارير سنترز في جامعات كبيره قوي في مصر، واشتغلت مع ان جي اوز بره مصر ككارير كونسلت، عملت حاجات كتير قوي، فعندي خبره وفي ناس اجمد مني كمان. حلو، بس انا طلعت على السوشيال ميديا اتكلم اقول اللي عندي. السوشيال ميديا مش لعبه مين الاشطر، مين الاشهر، مين اللي ظبطت معاه، يعني مين اللي الفيديو بتاعه جه ترند فتعرف فبقى معروف فاهم؟ الشخص ده بقى شاطر ولا لا ما نعرفش، والله ما نعرف. هو السوشيال ميديا او الانستجرام خلى الفيديو جو فايرال لاي سبب بقى، ضربة حظ، الفيديو كان فيه كاتش، اي حاجه، بقى خبير الاستراتيجي في الكارير، بقى مش عارفه الترينر ماستر ترينر مش عارف. طب مين ده يا جماعه؟ الباك جراوند بتاع ما كناش نسمع عنه يعني ما فيش. فانت السوشيال ميديا دلوقتي بقى الناس بقت تشوف الشخص ده ان هو ناجح وان هو شاطر. طب يا باشا بص على يعني ايه الباك جراوند، ما فيش. طب ما ايه يا جماعه؟ طب ما احنا كده هيبقى المشهور اللي عنده فولورز هو الكريديبل، بغض النظر عن الشهادات، بغض النظر عن الكلام ده، هو اللي ليه صوت. وللاسف معظم الايفنتس والحاجات اللي بتتعمل اوفلاين سواء في الجامعات او في المنظمات او كذا بيجيبوا المشهور، صح، مش بيجيبوا الشاطر. ليه؟ عشان المشهور هو اللي هيخلي الناس تيجي الايفنت، ويت للايفنت، فنجيب كل المشهورين. فاهم؟ على فكره مين فيهم انا يعني اقول لك على حاجه، انا اول ما طلعت كنت بتكلم على السوشيال ميديا وبتاع، اخري 70 لايك 50 لايك، فيديو ملوش يعني مش ملوش لازمه طبعا، بس فيديو عادي جدا. يعني عملت فيديوهات اجمد منه بكتير قوي، وضرب بصدفه بحته، نزلته على جروب هوب اشتهر، هوب بقيت تمام. تاني يوم ايفنتس بتكلمني، تلفزيون بيكلمني، ناس بتكلمني تعال اعمل كذا تعال اعمل كذا تعال اعمل كذا. قعدت افكر طب الناس دي ما سالتنيش سؤال انت معاك سيرتيفيكت ايه يعني ما قالتليش انت خبرتك ايه، هي بس شافت ان في فيديو جاب وان انا عندي فولورز نتيجه الفيديو ده. فايه طيب،
فليهم حق يعني. هو دلوقتي انا دلوقتي جنزي عمال اشوف ناس كتير قوي مشهوره وعندها وبعد كده الناس دي منين ما تعرفش اصلا، ما تعرفش عندها خبره ولا ما عندهاش خبره، ما تعرفش تقول صح ولا لا. فهي صعبه جدا وخداعه جدا 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 السوشيال ميديا. فزي ما بقول لك هو الموضوع بالنسبه لي كجنزي لو هقول لهم نصيحه ليهم، ما تتاثرش بالسوشيال ميديا ولا تاخد منها معلومه فور جرانتد. يعني ما تاخدش معلومه هي دي الصح. لو هتتابع حد على السوشيال ميديا، انا شخصيا مش بتابع اي حد خالص، بس مش بقول اللي بيتابع غلط يعني، او متابع ناس قليله قوي معروفين بالاسم. بس لو هتتابع حد، تابع حد تقيل كسيرتيفيكت، كخبره، كهو عمل ايه البورتفوليو بتاعه. خش على لينكد ان عنده، شوف لو عنده اصلا لينكد ان. بس تابع حد فعلا يفيدك، ما تتابعش المشطشط، ما تتابعش الترند، ما تتابعش الفيديوهات بتعمل لها اكتر شير، ما تتابعش حد من كده. فدي اول حاجه كجنزي يعني تابعوا فعلا الناس الكريديبل. الدنيا مش سهله، ومفيش حاجه بتيجي بسرعه، ومفيش حاجه هتجيب لك ملايين، ومفيش حاجه سريعه وضربه حظ اعمل كذا. لا، شوف فعلا انت شخصيتك ايه، عايز تعمل ايه، اتعب في الشيء طالما عارف ان اخره نجاح. يعني طالما عارف ان اخره نجاح اتعب فيه، بس مش كون اللي انت دخلت وتعبت ولقيت ان في مجهود فدي مش بتاعتي. لا، ملهاش علاقه خالص خالص. فاتعب عشان مفيش حاجه بتيجي من غير تعب، ولو فاكر ان في حاجه بغير تعب يعني انت كده لسه مخدوع من السوشيال ميديا. كنت بتكلم مع واحد صاحبي من فتره، فبيقول لي اقل واحد فينا دلوقتي عايش عيشه الملوك قبل الثوره الصناعيه في 1800 1700. يعني طبعا. انت بتصحى من النوم، انت ممكن تفتح ستاره بالموبايل، انت ممكن تفتح المروحه وانت قاعد على السرير بريموت، ميه والسخان وتفتح البويلر بره او تفتح الكاتل يعني تشغل. انت كده حد متقدم جدا. انا عايز اقول لك ان انت بس لو عندك كاتل هتقوم تدوس على الزرار. بالظبط، دي تكنولوجيا رهيبه يعني بالنسبه لك حته تانية. ان انت محتاج دلوقتي مثلا زيت، انت مش محتاج تنزل وتلف حوالين نفسك ولا تستنى تاني يوم ولا ايا كان. انت ابلكيشن، والابلكيشنز دلوقتي بتتنافس في السبيد. صح. يعني في بيزنس مودلز قايمه على فكره ان انا هجيب لك الحاجه في ودن 10 دقايق، ربع ساعه، ثلث ساعه بالكتير قوي. فبحس ان ده هو اللي انت بتقول عليه فكره مش مظلوم على قد ما الظروف اللي حواليه ما كانتش بتخدمه بالشكل اللي هي المفروض تخدمه. لا بالعكس، هي بتبيع له اكتر ما هي بتخدمه. في حد كنت بشتغل معاه في الشركه بتاعته، كانت بتسيرف كلاينتس اجانب. فالاجانب دول امريكان وكنديين وبتاع، من ضمنهم واحد انا كنت بتابعه وبتابع البودكاست بتاعته واتفرج عليه. كان بالنسبه لي يعني رول موديل وحوارات. عارف الجمله بتاعت don't get close to your heroes، انت تقربش من الهيروز بتوعك قوي. فما قربنا منه وابتدينا ندخل مع ميتينجز، اكتشفت حاجات ما كانش المفروض اكتشفها عن الراجل ده. وان هو يعني واخد السوشيال ميديا دي زي ما انت بتقول كده. هو نفسه كان بيطلع يقول انا لازم عشان اصور فيديو للشباب او ابيع لهم السيرفيس بتاعتي بينزل الجراج، يوم فاتح الموبايل ستوري بيصور مع اللامبورجيني والفيراري تحت، او يصور في البرايفت جيت بتاعته. يعني في كادرات معينه عشان يصور كونتنت لازم يصور فيها. فده اللي خلى البيزنس بتاعه بيتباع، يعني ده اللي مخلي البيزنس بتاعه شغال. واكشلي كلهم بيعملوا كده. عشان كده الولد انا كنت بحكي لك عنه شويه، هو يعني مش عايز اقول انسبايرد، بس هو ملهم ماشي بالكلام ده. من ضمن بقى المسكونسبشنز اللي انت قلتها وانا عايز ابتدي ادخل عليها من اللي انا بقوله، ان الكادرات برضو دي والانرجي دايما اللي في الفيديوز، الناريتيفز اللي بنشوفها على السوشيال ميديا، واشتغل مش عارف كام ساعه واعمل ايه وحب شغلك والجو ده كله، هي فكره الشغف. احنا كشباب فاكرين ان انا لازم كل يوم اصحى في قمه حيويتي، في قمه طاقتي، مبسوط جدا في الشغل، انا بفيد المجتمع، بغير العالم، انا حاسس بالتاثير، الفايب، الانرجي اللي احنا بنشوفها دي دايما. انا بيرسونالي في ايام بصحى فيها مش قادر احط رجلي على الارض. يعني انا مش قادر انزل من على السرير، سواء بقى نفسيا جسديا ايا كان. انا مش حابب الشغل النهارده، ممكن اكون بحبه في المطلق. كنت لسه اقول لك من الناس المفروض اللي مصنفه ان هي بتحب شغلها. وانا بحب شغلي، يعني مش بنكر الحته دي، ومش بنكر فكره ان انا بحب مجال ال&D او الكاري كوتشنج او كده، بس مش كل يوم طبعا. فانت شايف المفروض نتعامل مع ده ازاي، او نتعامل بشكل واعي مع الحته دي ازاي؟
مع الحته دي اللي هي قصدك ايه اللي هو فكره ان انا مش لازم يبقى عندي انا الشغف عموما. يعني انت قلت تو بوينت اوف فيوز اللي هو لا ما فيش حاجه اسمها شغف وفي حاجه اسمها مسؤوليه، فانت المفروض كذا كذا كذا. والشغف اللي بيتباع اوفر اللي هو لازم تموت في شغلك، ابالانس ازاي؟ بص انا برضو من الناس اللي ممكن اصنف نفسي انا بحب شغلي الحمد لله يعني. شغلي حتى مش ايام بتيجي عليا، هو كل يوم بيعدي عليا وقت انا مش قادر يعني تعبان، مش قادر اشتغل، مش قادر اركز حتى في الشغل. فكر في الرضا ما تفكرش في الشغف. يعني فكر في هل انا شخصيتي مناسبة للشغلانة دي ولا لا. دي بس الحاجة اللي انت تتأكد منها، عشان عكس كده هتبقى مخنوق قوي من اول دقيقة. يعني عكس كده لو انت في حاجة مش تبعك او مش شغلك هتبقى مخنوق قوي قوي، هتحس ان انت بتعمل حاجة فعلا تقيلة. لكن بتعمل حاجة حاسس ان انت لا دايس فيها، فغالبا دي الى حد ما مناسبة لشخصيتك. ده بالتجربة. على اسسمنتس بقى، في اسسمنت كارير اسسمنتس كتير قوي ممكن تعملها، اشهرهم طبعا الرايزك، ان انت تعرف ايه نوع شخصيتك وان انت على اساسه يعني تحدد انا محتاج اخش في ايه او محتاج اعمل ايه او كده. بس يعني زيها كده زي الجواز. يعني انت دلوقتي مثلا لو انت واحد هيتجوز واحد، هل ممكن في الدنيا يقوم كل يوم صباح الخير يا حبيبتي حضرت لك الفطار، انت لا والله لا انا اللي محضرك الفطار اقعد؟ مفيش يا باشا، مفيش حاجه اسمها كده. مهما كنتوا بتحبوا بعض هتبقوا، لو انتوا بتموتوا في بعض يعني لو انتوا ultimate relationship هتبقوا بتحبوا بعض ولزاز وفي تفاهم بتاع، بس في خناقات وفي مشاكل وفي ايام انت مش طايقها وعايز تنزل وهي تروح لامها تقعد 4 ايام عشان انت تهدى وترجع لك تاني. طبيعي يعني، طبيعي يعني. اذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني وهو والسيده عائشه كانوا كان في خناقات وكان في يعني الحادثه المشهوره بتاعت سيده عائشه لما قال لها طب نجيب حد يحكم ما بيننا، قالت له جيب ابويا سيدنا ابو بكر. فاهو يعني ده اكتر حد عاقل يعني اشرف الخلق يعني، فاهم قصدي؟ ودي برضو ام المؤمنين. فيعني انت فاهم. في العلاقات، اذا كان في العلاقات مهما كان الاتنين كويسين جدا هيحصل مشاكل وكده. الشغل بقى اللي هو نازله عشان تاكل عيش مش هيبقى فيه كده، لا طبعا هيبقى فيه مشاكل وهيبقى فيه خناقات وهيبقى فيه انت مش قادر تروح وهيبقى فيه مدير قرفك حتى لو الشغل انت حبه، وهيبقى في شغل انت حابه بس اشتغلته كتير قوي فعايز تريح وحاسس ان انت مخنوق منه وحاسس ان انت مش قادر تعمل كده دلوقتي. انا في ايام كانت بتعدي عليا مش قادر اعمل سيشنز، يعني تعبان مش قادر خلاص استنزفت تماما. ايام بتعدي عليا مش قادر اقف ادي تريننج خلاص مش قادر يعني قافله معايا مع اني بحبه جدا. بس الفرق ايه بقى؟ الفرق ان انت لما بتقعد فتره تحس ان هو وحشك. زي العلاقات برضه، عارف لو سيبنا بعض حبه يعني عايز اجعلها نفس الفكره. ان انت لما بقعد فتره ما اديش تريننج، لما برجع ادي تريننج بحس ياه كان حلوه يعني كان وحشني. فده معناه ان لا دي فعلا مناسبه ليا او دي فعلا حاجه مناسبه ليا. بس ما تاخدش، هي مش فكره شغف، هي فكره رضا. ارضى يعني اهم حاجه يكون شغل مرضيك، لكن فكره الانبساط مش موجوده مش هتلاقيها. فلو في شغل انت فيه راضي وبتبذل فيه مجهود انت كده تمام. حاجه بقى المهمه قوي مع ده هو البيربس، الغرض. حط بقى الشغف على جنب شويه، هو مهم على فكره. يعني انا ضد اللي يقولك الشغف ده مش مهم، لا الشغف مهم وبيضيف وبيحلي لك الشغل وبيخليك تبذل اكتر تمام. بس البنزين الاساسي للموضوع هو البيربس، غرض. وانت بتعمل كل ده ليه؟ لو مفيش غرض غالبا مش هتلاقي نفسك في حاجه من وجهه نظري الصغيره اللي قد كده. سواء بقى غرضك، في ناس غرضها الفلوس، يعني في ناس ممكن يكون غرضه انا عايز اجيب يعني عنده ارج للفلوس غير طبيعي مخليه مكسر الدنيا نجاح. في ناس كده. في ناس عندها ارج طبيعي لان انا اعمل اسم. يعني انا مش هاممني قوي الفلوس، عارف بريكنج باد هو مش همه قوي الفلوس مهمه بس هو عايز يعمل اسطوره، يعني هو نفسه يعمل اسطوره، فاهم قصدي؟ فاهم؟ دي حاجه من الحاجات. ناس تانية ممكن تكون البيربس بتاعها ان انا عايز اثر في الناس، بس مش هاثر في الناس عشان لا، هو فعلا ده بيربس بالنسبه لي، يعني رساله، حاجه كبيره بالنسبه له، حاجه هو فعلا مؤمن بيها وبتقومه الصبح وتخليه ياخد شغل رغم ان هو تعبان، فاهم قصدي؟ فالبيربس او الغرض او انت بتعمل ده ليه او ايه هدفك، ده من اكبر الحاجات اللي بتدي طاقه. الشغف بيحلي لك ده، بيحلهولك. عارف زي مثلا ايه، عملت اكله حلوه فيها حبه ملح حبه سبايسز، لكن الاكله نفسها بالنسبه لي هي البيربس.
انا في سيشنز كتير قوي الناس اللي بتيجي تقول انا مش لاقي شغفي في اي حاجه، يعني بنسبه 80% بيبقى اصلا ما عندوش بيربس، سواء بقى غني قوي فخلاص الحوار الفلوس مش هو المشكله، عنده كل حاجه متوفره فما فيش حاجه معينه عايز يعملها، كل الاوبشنز متاحه، مثلا عنده شركه باباه، عنده مش عارفه، فكل الاوبشنز متاحه، يقدر يشتغل في اي حته، فكل الاوبشنز كتيره ومتاحه ومفيش حاجه تقومه من النوم. مفيش حاجه تقوم من النوم دي، قابلني بقى لو لقيت شغفك في حاجه، يبقى قابلني. يعني انا دلوقتي الشغل ده متعب والعلاقات متعبه واي حاجه بتجيب لك ريورد هتبقى متعب عشان بتبذل مجهود فيها، فلو انت مفيش حاجه تخليك تبذل المجهود ده عشان تاخد الريورد هتقوم ليه؟ ما هي متعبه، فاهم قصدي؟ فانت لازم يكون في حاجه تقومك، سواء بقى هدف مادي ما عنديش اي مشكله، سواء عيالي انا بعمل كل ده عشان عيالي ولازم عيالي يعيشوا في مستوى احسن فبموت نفسي وبنحت في الصخر، تمام، ما عنديش اي مشكله، سواء بقى هدف فعلا اغير حد مؤمن بحاجه زي كده من وجهه نظري يعني. طب الشغف بيجي الاول ولا الكارير بيجي الاول؟ هي مش عارف، مش عارف، ما اقدرش اجاوب على السؤال، مش فكره بيجي الاول او كده، هو رحله اكتشاف، يعني بحس ان هي رحله اكتشاف نفسك من وانت لسه صغير. فلو انت اب او ام بتتفرج على البودكاست ده وعندك طفل، حاول تدخله في اكبر عدد من الانشطه، يلون، يعمل عرض، يمثل، يروح يغني، يروح يبيع حاجات هاند ميد هو عاملها، بص يعني دخله في اكبر انشطه، دلوقتي ما بقاش في اكتر من الانشطه دي، يعني دخله في اي حاجه من كده عشان كل حاجه من دي بتساعده يكتشف نفسه في حاجه، فهي رحله بتعيشها لحد ما تعرف انت عايز ايه او انت مين. الكارير اسسمنتس او الاختبارات اللي احنا بنعملها از كارير كوتشز بتقول لك دايركشن، يعني بتقول لك يا باشا انت شخصيتك بتحب الكلام مع الناس وتحب البيع مثلا، او شخصيتك بتحب تساعد الناس، فامشي كده حته، ما تمشيش كده، تمام، بس كده دي مش كارير واحد، وكده ده مش شغف واحد، وكده ده مش شغلانه، كده ده عدد من الشغلانات، فانت في دول بقى شوف اكتر شغلانه مناسبه ليه اللي انت عايزه من الشغل، اكتر شغلانه شايف ان هي بتحقق بيربس عندك، لو انت اصلا عندك بيربس يعني دي، وعلى فكره وجود البيربس دي حاجه صعبه، يعني مش حاجه سهله خالص، يعني حاجه مش بتيجي بالسهل، في ناس بيبقى عندها البيربس جواني كده موجود في العقل الباطن بس مش بتقوله بس بيحركها، وفي ناس ما عندهاش خالص، يعني مفيش حاجه جوه اصلا، اوكي، بس حتى لو انت جواك بيربس بس في عقلك الباطن انت محتاج تخليه في عقلك الواعي، محتاج يبقى قدامك كده، يعني كاتب قدامك ايه البيربس بتاعك. فالمهم يعني اعرف نفسك، اعرف انت المفروض تمشي في انهي اتجاه، ايه الاتجاه بتاعك، بعد كده اختار اكتر حاجه مناسبه ليك ولهدفك والفاليوز بتاعتك والبيربس بتاعك، بعد كده بقى على سن ال30 كده مثلا هتحس ان هو ده، يا اما هو ده انا شغال فيه بقى لي 5 سنين فعلى سن ال30 اكتشفت ان هو ده، يا اما هو ده من الاول عرفت من الاول، يا اما هو ده ان انا يعني دخلت في حاجه غلط خالص فلقيت نفسي مش ده تماما، فعلى سن بقى 28 كده وانا داخل على ال30 بدات ان انا اغير فعرفت ان هو ده، يعني فهمت نفسي اكتر. فده من رايي، يعني ما اقدرش اقول لك شغف اكتر، شغف الاول ولا الكارير الاول، بس ان انا اقوله لك امشي بالتوازي، اعرف نفسك، لو عندك الامتياز انت تقعد مع كارير كوتش تعرف انهي دايركشن المفروض تمشي فيه وتختار انهي شغلانه كمل فيها، البيربس بتاعك بقى هو اللي خليك تنجح فيها فتوصل لشغفك او تتاكد من شغفك في سن ممكن على 30 كده لما تكون ماتيور. يعني انا على فكره لحد 26 سنه كنت مبسوط بشغلي برضو، بس لسه مش عارف هعمل ايه، مش عارف انا رايح فين، يعني مش عارف هعمل ايه، يعني هكمل L&D ولا هكمل ترينر ولا هكمل طب ما الكوتشنج حلو وليه علاقه باللي انا بعمله، مش عارف قوي يعني. فانت في الفتره دي بقى على 30 بتبقى مستقر انت عايز تعمل ايه، او لحد ما محدد انت عايز تعمل ايه، قبل كده حتى سايكولوجيكلي انت بتبقى تايه، يعني مش عارف انت هتعمل ايه. بس رغم كده اللي انت قلته ده استقرار في حد ذاته، يعني 26 انت ملم بالدايركشن، لو انا همشي كده مش همشي كده حتى لو في كذا حاجه في النص، فده في حد ذاته صح. استقرار. عايز اربط اللي انت بتقوله في حته البيربس دي حلوه قوي، عجبتني باصلا اسم البودكاست اللي انا كنت بقول لك في الاول، والفكره انه الناس بتبقى فاكره ان لازم البيربس ده يبقى خاص بيه هو. اشهر واكتر مثال بتتقال على المهندسين اللي هو بيبني الارض ويعمل مش عارف ايه، والدكاتره مثلا بيحيي الناس اللي تعبانه طبعا بفضل ربنا او ايا كان. فدي يعني فاللي انا عايز اقول ان البيربس مش لازم يبقى بتاعنا، يعني هو ممكن تكون حاجه
دايركشن او برضو خاصه بالدين او خاصه بحاجه تانية اجتماعيه او اي حاجه كان انا ماشي فيها. وخلال الانشطه اللي انت فعلا كنت بتقول عليها انا جدا 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 بدعم الحته دي التجربه. يعني انا الحاجات اللي فرقت معايا كتير في الجامعه برضو التجربه، لان انا ما كنتش عارف انا رايح فين في الجامعه بقى تحديدا، ودي حته برضو كنت لسه انا بقى عايز افتحها معاك دلوقتي. فاكتشفت ان التجربه دي تعالى نجرب ده وتعالى نعمل ده وتعالى يضحك عليه في الانترنشيب دي وما اخدش فلوسي وتعالى نجرب الكورس ده وادفع فيه فلوس، ايه ده المجال ده طلع مش حلو بس انا دفعت على الفاضي. وكل الحاجات دي فرقت معايا من بدري انه هو ال LND وتعالى بقى نشوف هنعمل ايه في ال LND دايركشن. فريجاردنج الحته اللي انت قلتها من شويه الكارير شيفت، انا رايح فين، انا هعمل ايه، ومربوطه اكتر بانه احنا عندنا دلوقتي صبر قليل كجنزي وكاحنا كمان ساعات برضو. فازاي بدأنا نبقى زيهم يعني احنا انا ساعات بحس ان انا عندي حاجات من دي، وساعات بحس ان انا I'm looking for the fast pace، انا بدور على حاجه بسرعه ويا ده هيتاخر والاوردر بقاله تلت ساعه ما جاش واكلمه واتخانق يعني فاهم. فلو نازل مثلا في المواصلات ولا حاجه او لو حتى سايق والراجل ماشي بطيء شويه وانا مش مستعجل انا مش عارف انا ماشي في المول وماشي بسرعه جدا والناس ماشيه بتتفرج وبتاع فانا اتنرفزت اللي هو فساعات الحاجه دي اقعد ريفلكت عليها انا مش مستعجل انا مش بجري على حاجه. فازاي بالانس بين فكره ان انا عندي حته الصبر دي قليله شويه واحنا اتفقنا انت لازم تبذل مجهود كبير قوي وتزق نفسك جامد وتبوش هارد وازاي يعني فانت لازم تبذل مجهود وبين ان لا ده اصلا ده مش الطريق ده مش الكارير فانا لازم الكارير شيفت او لازم الحق نفسي يعني مش too late it's never too late. فازاي ابقى عارف ان اللي انا فيه ده الهارد واي ده الطريقه الصعبه ده المجهود اللي لازم ابذله مش ان لا ده مش الكارير انا لازم ارجع بقى الحق الف بدري. البالانس بيجي فين؟ هم تو اسسمنتس بص هم فيري بيزك سهلين قوي تعملهم تعرف منهم دايركشن فقط مش تعرف منهم حاجه سيرتن تعرف منهم دايركشن. الكارير انترست بتاع رايزك والكارير فاليوز بتاع نودل. طب لو انا ما عنديش قابليه ان انا اعمل ده لو انا هعتمد على نفسي بص لو انت هتعتمد على نفسك انت اعتقد الحاجه اللي مش بتاعتك هتبان قوي من الاول. يعني في فرق ما بين ان انا الماتيوريتي بتاعت ان انا يعني احنا اتفقنا مثلا العلاقات صعبه يعني انت ترتبط بحد مش ليها حلاوه كبيره قوي 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 بس فيها حته مجهود اهتمام وتركيز ومسؤوليه في حته مجهود هتبذله تمام وكوميتمنت عليك ففي جزء صعب. ففي ناس بتخش مثلا اول ما يرتبط تحس ايه ده العلاقه دي مش بتاعتي بس هو لا هي العلاقه بتاعته والشخص ده مناسب جدا 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 بس انت مش عايز تبذل اي مجهود انت مش عايز تخش في اي كوميتمنت فاهم قصدي. وفي حد تاني بيبقى لا عايز يخش في كوميتمنت وعايز يبذل مجهود بس فعلا العلاقه دي مش بتاعته العلاقه دي مش مناسبه ليه. الكارير نفس الحاجه اعتقد لو دخلت في حاجه مش بتاعتك هتبقى حاسس ان في يعني صخره فوق من اول ساعه يعني انا مثلا من الحاجات اللي حسيت ان مش بتاعتي خالص لما اشتغلت كول سنتر اول ما خلصت جامعه كنت مستني جيش قلت ايه يعني اظبط الانجليش بتاعي فرحت شفت كول سنتر UK وبتاع قلت اشتغل فيه مش قادر يعني من اول شهر مش قادر تعبان جدا مش قادر اكمل ببيع حاجه انا مش مقتنع بيها مش قادر يعني فاهم قصدي. فباينه ان دي مش بتاعتي خالص ومش مناسبه ليا في اي حاجه خالص. فالحاجه اللي مش بتاعتك خالص هتبان اوكي. ففرق بقى ما بين دي وما بين ان انت مش قادر تبذل مجهود او مش عايز تبذل مجهود. لو لقيت حاجه اعتقد يعني دي لسه بفكر فيها دلوقتي ما اعرفش علميه ولا لا بس بحط نفسي مكانهم لو جربت حاجه لمده شهر لقيت نفسي مبسوط او شهرين لقيت نفسي مبسوط وبعد كده زهقت ده طبيعي يعني اعتقد ده طبيعي. انا بيحصل لي كده في الشغل بتاعي عادي يعني اول 3 شهور في اي شغل جديد ببقى متحمس جدا بس بعد كده برجع بقى ارجع نفسي اون تراك تاني وبعد كده ابدا ابذل مجهود تاني واعمل اسافر شويه عشان اهدى بعد كده ارجع تاني اكبر واظبط وبتاع فده طبيعي. لكن لو من اول ما دخلت حسيت ان انت مخنوق كده في حاجه طابقه على نفسك مش قادر ده انديكيتور قوي قوي ان دي مش بتاعتك يعني دي عكس شخصيتك. مش بقول لك سيب تمام عشان في حاجه تانية بقى اللي نتكلم عليها هي اسمها الكارير فاليوز. الكارير فاليوز دي اللي هي ايه انت مستني ايه من الشغل بلدي هو من غير اي اسسمنت من غير اي حاجه انت مستني ايه من الشغل زي كده لما حد بيجي يتجوز انت مستني ايه من مراتك مستني ايه عايز تتجوز ليه عايز اتجوز عشان اكون اسره وعشان اربي عيالي وعشان اخليهم كذا وكذا وكذا حلو. الحاجات دي بقى متوفره في اللي انت شفتها ولا لا
او البنت اللي انت متقدم فيها ولا لا. طب انا والله مستني مثلا اخش بيها الجنه، هي مش متدينه خالص فيعني غالبا صعبه. فاهم قصدي؟ نفس الكلام في الشغل، انت مستني ايه من الشغل؟ مستني فلوس معينه، مستني برستيج معين، مستني تتطور كارير باث، مستني ان انت يكون في ريكوجنيشن وعارف تروح كده تقعد مع الناس، انا مهندس. بغض النظر انت مستني ايه، شوف انت عايز ايه من الشغل، ايه اللي فارق معاك، شوف الشغل اللي انت فيه ده بيديهولك ولا لا، عشان ما تجيش تشتغل فيه. اقول لك مثلا تشتغل كول سنتر بعد كده تقول الشغل ده ملوش نهايه. ما هو من الاول انت عارف ان هو ملوش نهايه. ففي الاول شوف انت عايز شغل ليه كارير باث بتطلع فيه، ولا تفضل فيه كده طول حياتك. هي اختيارات بقى، اختيارات. فانت شوف ايه الاختيار المناسب ليك. انا مستني ايه من الشغل، الشغل ده بيدهوني ولا لا. لو بيدوك تمام، بيديك تمام، تشوف الحته التانية اللي هي شخصيتك مناسبه للشغل ولا لا. لو اتنين موجودين انت كده زي الفل. ولكن برضو حاجه مهمه قوي الناس لازم تعرفها، هو بيل كيرف. عارف البيل كيرف؟ 20% من يعني وضح لنا عشان هقول لك. البيل كيرف ده يا جماعه اللي هو الكيرف اللي عامل كده، تمام؟ يا ريت في الايديت حد يطلعه. 15% مثلا من الناس بتبقى حابه شغلها قوي، يعني مستمتعه جدا، بس دول 15% من كل الناس. 15% من الناحيه التانية من الناس كره شغلها خالص، يعني مش بتاعها نهائي، عارف كل يوم بتعاني عشان تقوم من السرير. مفروض ان الباقي بقى اللي هو تقريبا كام 70% من الناس بيبقى في يعني في الافريج في الافريج، وبيبقى مختلف. في حد قريب لل 15 دول 15% دول، في حد قريب لل 15% دول، في حد في النص، ودول معظم الناس زي البيل كيرف. معظم الناس هنا اللي هو ايه مبسوط بحاجات، بس في حاجات شويه مضايقاه، بس اوفر اول تمام. فده صحي جدا، يعني لو موجود صحي جدا. لو انت رحت لكده اكتر يا ريت، يعني اشجعك ان انت تكتشف نفسك اكتر بحيث ان انت تروح كده اكتر. بس انت لو في النص وشغلك بيديك اللي انت عايزه، ده كده صحي جدا. يعني شايف ان هو مش يعني مش محتاج تعمل شيفت مثلا. ممكن تحسن، ممكن تدخل حاجات في الشغل، بس مش محتاج تعمل شيفت. ده من وجهة نظري يعني. اوكي، عايز اقفل معاك باخر سؤال، لان السؤال ده من الحاجات اللي انا برضو نفسي ساعات بفكر فيها. الجوب سيرش. الجوب سيرش في الايام اللي هي زي ما احنا كنا بنقول، هو من وهو في الجامعه اهالينا مثلا عارف انه اشتغل، هو في الجامعه اتعين خلاص وشغلانته موجوده، بيبعت سي في او بيعمله حتى بعد ما بيتخرج بيخلص دنيته كلها. الجوب سيرش دلوقتي مختلف تماما، يعني من وجهة نظري مختلف تماما عن قبل كده. ممكن يبقى عندك بورتفوليو، ممكن عندك بيرسونال براند، ممكن نتورك. السي في بقت حاجه خلاص، ورقه انا بشوف بيها انت عملت ايه، هي موجوده بس بس جو ابعت السي في، هنزل اعلان على لينكدين وابعت السي في على الميل وهنرجع نكلمك. ابتدت شويه تبقى اوت ديتد. ايه الابروتش الصح لو انا خلاص دلوقتي طالب وعرفت كل الاسبكتس اللي احنا اتكلمنا فيها على البودكاست وركزت واستقريت وعرفت ان هو ده المجال، عايز بقى ابتدي مثلا ادور على شغل فيه. فايه الجوب سيرش من وجهة نظرك اللي ممكن يكون افكتيف؟ انا عارف ان كل شغلانه هتختلف، بس اوفرول ان جنرال ايه اللي ممكن تكون افكتيف دلوقتي؟ كونكشنز، بيلد كونكشنز على قد ما تقدر. دي اكتر حاجه، بيلد كونكشنز على قد ما تقدر. وعارف انت ايه يعني، عارف لو قلنا ان الترابيزه دي هي المجال بتاعك، يعني مثلا لو مجال هندسه فالترابيزه دي مجال هندسه، لو الترابيزه دي مجال اتش ار فدي كده اتش ار. خش بقى جوه الترابيزه يعني اقف في النص يعني حاول ان انت تخش جوه الاندستري بتاعتك بحيث تعرف ناس اكتر، تعرف ايه الترندز فيها، تعرف ايه الشركات اللي شغاله فيها، كل شركه ايه القسم اتش ار فيها كبير ولا مش كبير. خش جوه، كل ما عرفت ناس اكتر وطبعا اشتغلت على نفسك فتعرفت في السوق اللي احنا فيه ده، اتعرفت ان انت جامد وتعرفت ان انت شاطر وتعرفت بالاسم، كل حاجه بتبقى اسهل بعد كده. ده من وجهة نظري. طبعا اكيد الطرق اللي هي موجوده العاديه للابلكيشن وانت تقدم والسي في وكل ده لسه موجود، بس اللي اسهل دلوقتي والاسرع بكتير قوي هو اللي انت تبني كونكشنز، تستغل اي حاجه انت تبني فيها كونكشن. رحت انترنشيب في شركه ولا حاجه، تعرف الناس اللي هناك، تسلم عليهم، تصبح عليهم، تعمل صداقات، يعرفوا ان انت حد محترم وحد كويس، طريقته حلوه، ده حد لذيذ قوي، ده حد شاطر قوي. وانس ان انت مشيت، انت سبت هنا بصمه معينه. لو في فيكنسي اقول لك ده في حد كنا اتعاملنا معاه كان شاطر، طب ما تجيبه. اول حد بتيجي في دماغهم. مثال بسيط جدا، انت يا بخش يعني ما شاء الله عليك من الناس الشاطره جدا. وانت عارف وانا عارف ان احنا لما بنروح مكان مثلا
بنتعامل كويس قوي مع الناس اللي هناك، وبنحاول نسيب بصمه معينه، وبنحاول نسيب مهاراتنا معاهم، اللي هو نبين مهاراتنا او يشوفوا مهاراتنا. فلما نمشي من المكان ده لو في فيكنت هنكلمك اول حد. ليه؟ كل الناس عارفه ان هو شاطر، وكل الناس هتوافق ان هو يجي. تخيل انت بتعمل ده بقى في كل فرصه متاحه، سواء ايفنت، سواء شركه انترنشيب، سواء خدت فرصه تدريب، سواء سيرتيفيكت. انا جاي قبل كده شغل من تريننج، حضرت تريننج، ده اول شغل يجي لي في حياتي. حضرت تريننج وكنت مبين نفسي قوي ومتعرف على الناس اللي هناك وبتاع، طبعا توفيق ربنا بحت يعني. كلموني بعدها، طب احنا عايزينك في سيرتيفيكت كذا كذا كذا، وتيجي تشتغل معانا بعد ما تاخد السيرتيفيكت وبتاع. ده اول شغل في حياتي. فهي خلي بالك الكلام ده ما عرفتوش غير بعد كده يعني. مش عشان انا كنت جامد بقى ساعتها وانا لما خدت سيرتيفيكت، لا، انا اكتشفت بالصدفه ان الحاجه اللي انا عملتها بالفطره بتاعتي، اللي انا عايز اتعرف عليهم وعايز اتبسط وبتكلم وبشارك وبعمل وسايب جود امبريشن، ولو حصل حاجه انا الشخص اللي لحد ما هادي، والشخص اللي هو ايه، خلاص يا جماعه نهدي الدنيا وبتاع لو حصل مشكله وبتاع. فده الناس لاحظته، فقالت لك لا ده في حاجه، الشخص ده عايزين نتعامل معاه تاني، الشخص ده مش زيه كتير. فانت لو رحت كل مكان سبت ده طبعا هيفرق معاك بشكل كبير قوي. تاني حاجه طبعا بيرسونال براندنج، لينكد ان. لينكد ان يا جماعه منجم ذهب، وبروح اي مكان بقول كده منجم ذهب، في كميه فرص غير طبيعيه هتجيلك من غير ما تقدم. ومش لينكد ان اللي انا عملت بروفايل، لا، لينكد ان اللي انا بستخدم لينكد ان زي الفيسبوك. خلي بالك انا برضه وانا صغير لما حد قال لي استخدم لينكد ان زي ما بستخدم الفيسبوك، كان ساعتها الفيسبوك هو الترند يعني، كان ما كانش فيه ابلكيشن غيره. فكنت اقول يا ده يا عم ده الابلكيشن رخم قوي، اقعد افتح اعمل عليه ايه؟ على الفيسبوك بشوف صور وبشوف بتاع، طب لينكد ان هفتح عليه؟ صدقني بعد شويه هتحس ان هو ممتع زي الفيسبوك، وساعات بيبقى احلى ساعات بيبقى احلى. informative. عارف يعني لما تكبر بالظبط، ايوه والله لما تكبر في السن هتعرف ان هو احلى يعني. بتشوف بقى الناس بتشتغل في ايه، بيعملوا ايه، بتشوف معلومات، بتشوف بتعمل كونكشنز غير طبيعيه. انا دلوقتي اعرف ناس كتير قوي في الاندستري بتاعتي اللي هي في ال دي، ما شفتهمش بس عارفيني وعارفهم، لو شفتهم فكان اسلم عليهم، بس ما عمرنا ما يعني ما تقابلناش لحد دلوقتي، ما تقابلناش. فتخيل ان انت اتعرفت بالاسم في المجال بتاعك، فكميه الفرص بقى اللي هتتفتح لك من غير ما تقدم فيها. صح. واي جس ان دي الحاجه اللي عرفتنا اصلا ببعض. لو انت فاكر انا كلمت حسين، بعت لك من تقريبا 4 أو 5 سنين، بعت لك على انستجرام، كنا احنا لسه برضو، انا كنت لسه ببتدي خالص، انت كنت بتبتدي بالبيج بتاعتك، كان في خطوه ايوه بالظبط. وقلت لك انا اعرف اعمل كذا كذا كذا، ودخلنا ميتنج ساعتها واتكلمنا واتفقنا على كام حاجه، وانت عملت تريننج بعدها وجيت حضرت معاك. فدي من الحاجات اللي عرفتني بيك. وانا هاجري على اللي انت بتقوله ده، لان تقريبا 70 أو 80% من الشغل اللي جالي سواء فريلانس أو بروجكت بيست أو فول تايم أو حتى ريفيرلز جت باي نتوركينج يعني. ما كنتش في وقت طبعا كنت ببذل ومجهود وبدور وببعت سيفيز، وفي ناس ساعات كلمني ساعات لأ، بس دي من أكتر الحاجات فعلا اللي فرقت معايا في الكارير يعني، فكرة الريفيرلز عموما بشكل. وبرضه أقول حاجة أخيرة قبل ما نقفل، أنت الجيل الحالي دلوقتي برضه بيفكر دايما في فكرة إن هو إيه، أنا هتعب على الفاضي. بص مفيش حاجه اسمها تعب على الفاضي. انت ربنا طالما اشتغلت في حاجه وتعبت فيها، ربنا مش بيضيع مجهودك. لو ما خدتوش في الشغل ده هتاخده في الشغل اللي بعده، لو ما خدتوش في اللي بعده هتاخده في اللي بعده، ما خدتوش في الدنيا هتاخده في الاخره. المجهود ما بيضيعش، والاجتهاد ما بيضيعش، والتركيز، واللي انت تعمل حاجه على يعني على سنجة 10 ما بتضيعش. فاجتهد حتى لو لسه مش شايف نتيجه، انت ممكن تجتهد عشان ربنا، ممكن عشان مش عشان دلوقتي، الشغل اللي بعده او اللي بعده او يكرمك في حاجه تانية خالص. فاجتهد وسيبها على ربنا فعلا يعني. صح. شكرا انك قفلت بالحته دي، لان فعلا we ended on a high note يعني. بجد الحته دي فعلا صح. وانا personally يعني الشغل الاخير، حتى كنا نحصل نتكلم بره في الكوريدور، الشغل الاخير اللي انا كنت فيه الحمد لله اشتغلت على نفسي واجتهدت وبتاع، بعدها جات لي فرصه تانية مش في دي يعني، ما خدتش الريورد في الشغل اللي قبل، جات في الريورد في الشغل اللي بعده فعلا يعني. فحلو قوي الحته دي. شكرا ليك. شكرا يا حسين، نورتني والله النهارده وبسطتني جدا، والكلام فعلا كان انفورماتيف، وانا بيرسونالي استفدت. في اي حاجه عايز تقولها فاينلي قبل ما نقفل او نخلص؟ في اي حاجه انا ما سالتكش فيها؟ في اي حاجه عايز تقولها لنا تاني؟ لا تابعوني يا جماعه، تابعوني في الكاميرا، تابعوني يا جماعه
هحط اللينكس بتاعتك في الديسكربشن واللينك بتاع انستجرام واللينكد ان لا لو بجد لو حد عايز يعرف اي حاجه، انا من الناس اللي بحب قوي افيد، ودخلت مع حته الكوتشنج دي عشان فعلا افيد الناس، مش عشان طبعا اي حد بيخش عشان الفلوس يعني عشان يكسب، بس قصدي ان هو مش بعمل كده بس عشان فلوس يعني، فاهم قصدي يعني. انا يعني حتى في السيشنز بتاعتي لو انا في السيشن وقتها خلص بس الشخص قدامي حاسس ان هو لسه ما وصلش، لا بفضل معاه لحد ما نوصل لحاجه. فانا فعلا حابب ان انا افيد الناس، وفعلا حابب ان انا الناس تستفاد. لو حد عايز اي سؤال يخش يسالني، سواء على انستجرام، على واتساب، حتى البيزنس، على اي حاجه يخش يسالني، فاحنا معاكم. وفي الاخر اي حاجه بنعملها للناس هي بترجع لينا بشكل او باخر يعني. فاسالوا سواء انا او بخش، هنرد عليكم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك يا سيدي. شكرا يا بخش.